الاير فلو جميل وكل حاجه، بس لما تيجي تبعت داتا من تاسك للتانيه هنا يجي دور الاكس كوم. الاكس كوم اختصار لكروس كوميونيكيشنز، يعني المهام بتقدر تتكلم مع بعضها وبتبعت داتا او تستقبل داتا من والى مهمه والتانيه. تاسك واحد بيشتغل وبيطلع نتيجه، تاسك اتنين بياخد النتيجه من تاسك واحد ويشتغل عليها وممكن يخزنها مثلا في قاعده بيانات او ايا كان التاسك اللي بيعملها. زي مثلا تاسك واحد بيجيب داتا من اكسترنال سورس عن طريق الابلكيشن بروتوكول انترفيس او الاي بي اي، وبعدها يرمي النتيجه في الاكس كوم، والتاسك اللي بعدها تاخد الداتا من الاكس كوم تسحبها وتبدا تنفذ التاسك الثانيه بناء على الداتا اللي اتسحبت من تاسك واحد. الميزه هنا ان في يو اي بنقدر نشوف كل تفصيله للاكس كوم بيعملها. بتلاقي التايم ستامب، مثلا انا عايز اعرف الداتا اللي حصل انسيرشن في الاكس كوم مثلا او جت في الاكس كوم في الساعه الفلانيه والدقيقه الفلانيه والثانيه الفلانيه، فيها الفاليوز كمان والكيز، بحيث انه يديك تفاصيل اكتر عن المعلومات او الداتا اللي بتتحط جوه الاكس كوم. بتقدر كمان بتكتبها او بتنفذها بكود بايثون بسيط، وبتقدر تعمل دوت داخل كل اوبريتور. يعني باختصار الاكس كوم هو اللي بيربط كل تاسك بالتانية وبيخلي الداج ذكي ومرن وفعال، ولو استخدمته صح مش هتحتاج تخزن داتا ابدا في فايل تمبرري او في فايل مؤقت. لا، الداتا هتتحط في الاكس كوم والتاسكات تبدا تنفذ المهام بتاعتها بناء على الداتا اللي تتبعت من والى الاكس كوم.